عبر الوزير السابق فتح الله والعلو بالدموع عن موقفه من وضعية العلاقات المغربية الفرنسية خلال مداخلة له في النسخة 11 من المؤتمر الدولي السنوي الحوارات الأطلسية الذي احتضنته مدينة مراكش، والذي عرف مشاركة مجموعة من المسؤولين والباحثين والخبراء الدوليين. ونبه الوزير السابق في تدخله المشاركين في هذه الندوة الذي بلغ عددهم أزيد من 350 ضيفا من 60 جنسية لمناقشة موضوع حول التعاون في العالم المتغير، فرص للمحيط الأطلسي الأوسع، إلى أنه لا عقد للمغرب تجاه فرنسا أو تجاه إسبانيا أو أي دولة أخرى، مضيفا على الجميع احترام المغرب وسيادته والإيمان بقدرته على اللحاق بالركب. وأشار فتح الله والعلو أيضا إلى أن المغرب، وكما هو الحال في تنوعه في تاريخه في نظامه الملكي وفي العلاقات القائمة بين جميع هذه المكونات، لا يشعر بأي عقدة، مؤكدا أنه ومنذ الاستقلال قام المغرب بمد يده إلى فرنسا وإسبانيا اللتان استعمرتاه، مضيفا: نحن المغاربة تمكنا من تحقيق استقلالنا دون أي تعقيدات. يجب أن يكون هناك تدبير للملف، ملف الهجرة. آخر سؤال ثم نرفع الجلسة. أود أن أهنئكم بجودة المداخلات. السيد هوبير فيدرين والسيد أندريا زولاي. أعتقد أن انطلاقا مما قاله السيد أندري، نذكر بأن المغرب في تعدديته، في تاريخه، في نظامه الملكي، في علاقاته القائمة مع كل المكونات، المغرب ليس لديه عقدة في الواقع، ليس هناك من عقدة يعاني منها المغرب. ولهذا السبب منذ الاستقلال المغرب مد يده إلى فرنسا، إلى إسبانيا. لا يجب أن ننسى إسبانيا التي استعمرت شمال المغرب، ولكن أيضا الصحراء. مددنا اليد دون أي عقدة، وقمنا بتدبير الاستقلال دون أي مركب نقص. نسينا إذن كل المشاكل التي عشناها جميعا. الآن هناك العولمة، وبالتالي نمد يدنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى الصين، ولكن نعرف موقعنا الجغرافي، انتماءنا إلى مجال جغرافي له تاريخه. هناك فرنسا ونحرص على صيانة هذه العلاقات مع فرنسا. هناك علاقات أيضا مع إسبانيا، ونحرص على أن نكون صلة وصل هامة بين أوروبا وإفريقيا. إذن البعد الجغرافي هام، ومن حقنا أن نتحاور مع جميع بلدان العالم، كما من حق فرنسا وإسبانيا وأوروبا أن تنفتح على العالم ككل. المهم هو أن نحسن تدبير التقارب الجغرافي وكذلك العولمة دون أي مركب نقص. بما أنكم بدأتم تتحدثون عن مقابلة كرة القدم، نحن سعداء بما أنجزناه، وهناك أيضا خصوصية. الملك جلالة الملك نزل إلى الشارع وهو يرتدي قميص المنتخب المغربي، وهذا رائع. وما ربحناه في هذه المسألة هو أنه من حقنا أن نحظى باحترام الآخرين. لدينا قدرة اللحاق بالركب، ركب البلدان المتقدمة في كل المجالات. إذا ليس هناك من مركب نقص بفضل ما نحن
مستعدون لأن نحترم الجميع وأن نمد يدنا للجميع، ولكن نطلب أيضا أن يتم احترامنا أيضا. وبالتالي حتى في مسألة احترام بالتالي مجالنا وسيادتنا على كل التراب المغربية، على فرنسا وعلى إسبانيا، أن تعرف تاريخ المغرب، وهناك مسؤولية ملقاة على عاتقكم كي تحترمون فيما يخص هذا الملف. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا معالي الوزير على هذه العواطف الجياشة وعلى توضيحكم. مشكور السيد هوبر بدرين والسيد أندريا زولي على ثراء تعليقاتهم ومداخلاتهم. أشكركم كذلك الحضور الكريم على هذا التبادل الرائع. شكرا جزيلا. لا تنسوا أن هناك وإلى فرنسا، حيث أجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى المغرب التي كانت مرتقبة خلال شهر يناير المقبل إلى الشهر الموالي. ويعود سبب هذا التأجيل وفق ما أعلن عنه موقع أفريكا انتليجنس إلى ضبابية الموقف الفرنسي بخصوص قضية الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي لا يتماشى والسياسة التي تنهجها المملكة المغربية بهذا الجانب، والتي تنظر إلى علاقاتها الخارجية من خلال منظار ملف الصحراء، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس. وأضاف موقع أفريكا انتليجنس المتخصص في الشؤون الإفريقية أن المفاوضات جارية عن قدم وساق بين المغرب وفرنسا على مستوى عال لتحديد موقف صريح وواضح لباريس بخصوص ملف الصحراء، وخاصة خلال الآونة الأخيرة في ظل فتور وتذبذب العلاقة الدبلوماسية بين البلدين. وتسعى الدولتان من خلال هذه المفاوضات إلى تذويب الخلافات القائمة بينهما وتمهيد الطريق أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة الرباط، وهي الزيارة التي يراهن عليها قصر الإليزيه بشكل كبير لإعادة العلاقة بين البلدين إلى طبيعتها بعد جمود دام لمدة طويلة. وفي السياق ذاته تسير العلاقة بين باريس والرباط في طريق الانفراج، وخاصة بعد الزيارة الرسمية التي قامت بها وزيرة الخارجية كاثرين كولونا للمغرب، حيث عقدت لقاء موسعا مع وزير الخارجية ناصر بوريطة تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا من بينها أزمة تأشيرات وملف الصحراء المغربية وعدة قضايا أخرى تهم العلاقة الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. وفي هذا الصدد قال المحلل السياسي محمد شاقير إن مشكلة الصحراء تعد من أبرز محددات مستوى العلاقات بين المغرب وفرنسا، غير أن الحديث عن تأجيل زيارة ماكرون بسبب خلاف في هذه القضية هو أمر متجاوز، لأن ذلك يدخل في إطار المشاورات بين البلدين قبل انعقاد القمة بين ماكرون والملك محمد السادس. وأضاف الشاقير أن التوجه الجديد للدبلوماسية المغربية يعتمد على العديد من المعطيات الجيوستراتيجية ويضع قضية الصحراء في المقدمة، وخاصة مع شريك مهم كفرنسا، غير أن أزمة التأشيرات الأخيرة أعادت النظر وطرحت عدة مسارات سيحتاج المغرب للتكيف معها. وأشار المحلل السياسي إلى أن باريس تحاول جاهدة الموازنة في علاقاتها مع الرباط والجزائر نظرا لتداخل مصالحها مع كلا البلدين، وهو أمر تنظر إليه باريس بكثير من الحذر، مضيفا أن المغرب يعلم جيدا نوع الشراكة الجديدة التي سيتبناها مع فرنسا. وإلى السنغال، حيث تم تنظيم يوم للمغرب في العاصمة السنغالية داكار تحت شعار المغرب الآن حافز للشراكة بين بلدان الجنوب بمناسبة نسخة 30 من معرض داكار الدولية، بحضور العديد من المغاربة والسنغاليين والمشغلين الاقتصاديين ورجال الأعمال. وترأس حفل الافتتاح سفير المغرب في السنغال حسن الناصري، وبحضور نائبة رئيس الجمعية المغربية للمصدرين المكلفة بمفوضية إفريقيا سروى بالقزيز، والمدير العام للمركز